عالي، يعني مثلا كان بيجي 3 وفي ناس بيجي لها 4 من لجنه التحكيم. انا جالي واحد بس قال لي انا عايز ما بتاخرش عليكم يعني. اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا طارق. تقريبا هو قال لي انت قدامك حوالي بالظبط ربع ساعه تشرح كل الجديد اللي فيه. انا قلت له ان شاء الله اقل من ربع ساعه، تقريبا 5 أو 4 دقائق بالموضوع. توفيق ومشي. اختبار سهل، اختبار بسيط. هو عشان كان في الحاجات دي فاصبح الموضوع استوعبه كويس جدا، فما اجهدكش في الاختبار. ان في ناس حتى الناس في ناس فازت في حاجات كتير جدا، لان مسابقه الاختراعات بتختلف شويه عن المسابقات العاديه. يعني مثلا زي مثلا بطوله كاس او حاجه احنا بنتنافس على حاجه واحده، لكن الاختراعات مجالها كبير جدا. مجالها كبير صح. فانت كمان محتاج مجموعه علماء. يعني انا يعني في القسم 30 مخترع غيري والسي بتاعهم كبير. في ال 35 دول لازم يفوز واحد بالذهبيه، وفي طبعا في الاول طبعا يعني سنك. هو المرض في الدكتوره فاز دكتور وفاء بحث علمي جزء مش في تاني حاجه ان قالوا لي ان مجال علوم البيئه ده مجال واسع جدا، ان انت بتشتغل في الفيزياء وفي الكيمياء وفي البيولوجي في الثلاث حاجات دول. لكن احنا بنشتغل في حاجه واحده، يعني بنشتغل اما في الفيزياء بنشتغل في الميكانيكا على جهاز او ديناميكا او غيره يعني او كهرباء، او بنشتغل في الكيمياء بنشتغل على ماده كيميائيه واحده. لكن وبنشتغل في الاحياء ان احنا نطور نوع بكتيريا او مثلا نستخدم مواد مفيده للتربه. لكن انت اشتغلت في الثلاثه، اشتغلت في الكيمياء طورت من المواد واستخدمت مواد كيميائيه ان انت تستخرج منها املاح مهمه. اشتغلت في الفيزياء ان انت ازاي تتحكم في سرعه الميه وتستخدم منها كهرباء. الفكره بدات معاك ازاي؟ الفكره بدات معايا زي ما قلت لحضرتك ان انا شفت كوبايه ميه بتتملي على اخرها وحصلت فيها فيضان، فبصيت كده قلت ان الجدار بتاع كده هو الكره الارضيه، والميه اللي بتزيد دي هي الميه اللي بتزيد من المحيط من الاقطاب الشماليه والجنوبيه. فعمل لها دي يعني عشان هو موجوده وغيره. نسبه الغاز الثانوي موجوده في العالم، موجوده من الطاقات المتجدده كلها. يعني انا الموضوع يعني خد المشاهد والشاب يعرف ان ده المشروع يمكن 1100 أدان. عملت له تكلفه، عملت له دراسه جدوى عشان انت هتبقى احد المشرفين، انت الخبير المسؤول عنه. على فكره هو كان في ناس بتقولي ان ده ممكن، بس المشكله بتاعتك ان انت هتستخدم ناس كتير، يعني ممكن تستخدم 150 واحد تحت كويس. ده 150 واحد ده في الاداره بس. فبيقولوا لي ان هل انت تستطيع قياده 150 واحد؟ طبعا. فيعني كان في دكتوره قعدت اللي يستطيع ان يقيد مشروع زي ده كله يستطيع يقيد شعب كامل. طبعا لا سهله ان شاء الله. دي حاجه. تاني حاجه بالتوجيه وبتوزيع الاعباء، الشباب ما هو برضه مصري ومثقف تاني حاجه ان في جزء من المشروع ده احنا ممكن نستخدمه، يعني دي منظومه فيها 4 اختراعات، ممكن نستخدم اختراع واحد على حده. نبدا مشكله مثلا الزباله الموجوده في الشارع دي بكميات كبيره جدا. احنا ممكن نعلم المصري ازاي يبقى منظم. ازاي ان احنا نعمل له صناديق الزباله دي عن طريق المخلفات. يعمل ايه المصري بقى؟ العضويه يعمل ايه المصري؟ يجمع الازايز او الحاجات المعدنيه في مكان واحد. دي سهله، دي ان شاء الله احنا عاملين حاجه زي كده قريب هتبقى ظاهره للساده المشاهدين وهتتنفذ عشان تطبق بسهوله للاخرين ان شاء الله. وبعد كده نبقى حصلنا على غاز طبيعي، يبقى المواطن عارف ان الزباله دي ثروه يقدر يستفيد منها. طبعا انا كنت في الحقيقه سعيد جدا بيك يا طارق، وانا اكتر. انت في سن ابني بالظبط، فانا كانك ابني، وربنا يبارك فيك وفي والديك ابوك التربيه، واستوعبت المناخ اللي حوالين منك. وان شاء الله طارق هيشجعنا جدا ان احنا باذن الله تعالى قريبا جدا هنعمل مسابقه للمخترعين، وهيكون لهم جايزه ثمينه جدا عشان خاطر تحفيز لهم، لان ان شاء الله اللي جاي هيكون افضل من اللي فات للشباب، وخصوصا المخترعين العباقره المبتكرين، الاشياء اللي لاول مره تتعمل. ودي بحث يكون لهم نقدرهم، وفي نفس الوقت يقدروا يسافروا في اي مكان نم دوت ونشعب اسره، لانها بتتحمل عبء جدا عشان يوصل للمصر. ربنا يجعله سنوات والده، وان شاء الله يكون ابن مصر خيرين يتعاونوا ونبدا نعمل له مشروع في اقرب، بجانب قيمه وبجانب دراسه قضيه بخصوص المشروعات. ان شاء الله كل حاجه اسلام اللي تصل من بورسعيد هي الموضوع اللي هي يعني هو في الانتاج او للتوزيع، هنبلغ حضراتكم هو واي اخر. شكرا اعزائي المشاهدين، والى ان شاء الله شباب مصر لأمة بإذن الله تعالى ندعو لها بالخير أن تعدي على خير، نرى مجهود ثورة 25 يناير في أثر الناس وفي عقولنا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لطارق. إن شاء الله هنستضيفه مرة أخرى ويكون لنا لقاءات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتح الله، الفتح نور حياة، الفتح الله، فتح المؤمنين، حب البائسين، الله تسعى لمال المسلمين، الله الله. قناة الفتح. بلادي بلادي هواها في ماني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خيب يحب بلاده ولا في حليف